شوارع مصر بيت كبير مفتوح لكل الصايمين في رمضان. صحيح موائد الرحمن بتختلف من منطقة للتانية، لكن الخير ما بيقفش عند حد. بنبدأ شغل الساعة 10 لحد ما بخلص الساعة 7. الخضار المتوفر في السوق أنا بجيبه، بطاطس، كوسة، فاصوليا، لوبيا، الطماطم. يعني الخضار اللي أنا بشتغله كله شغال. يعني بنعمل حساب 250 300 فرد. طبعا الحاجه غاليه وبطبيعه المائده بتبقى عليها اقبال، لان في مغترب وفي ماشي وفي بعربيه وفي ماشي في الشارع. المائده ما بترتبطش لا بغلا ولا بالكلام ده كله، ربنا بيبعت رزقها وليها ناس كويسه بتساهم فيها. حكايات الناس بتختلف ما بين غني وفقير، وما بين حد ظروفه صعبة وحد ظروفه أصعب، بس الأكيد إن الكل ليه مكان. انا سوا تاكس الوقت اسف ما قدرتش اروح، فمعايا زبون بقول له انزل بقى عشان انا هلحق افطر في البيت، قال لي لا خليك معايا انا اعرف مائده حلوه بتفطر الناس. فجابني هنا بامانه الله، عجبني الخدمه وعجبني الاكل وعجبني كل حاجه. سبت بقى البيت وبقيت كل يوم في الميعاد اجي انا هنا. في ناس ما تقدرش تصرف في اليوم 100 جنيه، في ناس بتاخد معاش 300 جنيه و500 جنيه، ما يقدروش. اللي عنده 6 عيال يعمل ايه، واللي عنده 5 عيال يعمل ايه؟ ما يقدرش، لازم يروح مائدة الرحمن.